مساء الخير. احنا دلوقتي في مدينة طنطا في محافظة الغربية. كل هدفنا دلوقتي ان احنا نطمن على اداء سير منظومة صرف المقررات التموينية الخاص بشركة افت. حبينا ندور على تاجر يكون الربط بتاعه عالي او بيصرف على البطاقات كتير، فلقينا تجارة البابلي الحاج ابو طالب. استغربنا جدا ان ما عندوش النهارده بطايق. ازيك يا حاج، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. انا سمعت ان حضرتك بيبقى عندك طوابير لحد اخر الشارع، دلوقتي ما فيش طوابير خالص ليه؟ مفيش، لا العمليه شغاله كويس. يعني الاداء المكنه شغال معاك كويس؟ كويس، شغال كويس. اسرع من الاول ولا زي الاول؟ اسرع من الاول. اسرع من الاول. اسرع من الاول. طيب البرنامج سهل ان انت بتعرف تتعامل معاه؟ برنامج سهل. انت عارف طبعا ان احنا عندنا حاجه اسمها برنامج تجار مصر، ده بتنزله على الموبايل عشان تتابع الارصده بتاعتك والعمليات البيع. طيب ما فيش مواطنين تقدر تبيع البطاقه كده ونشوف حضرتك بتبيع؟ ماشي. هذا 5 2 7 زي ما شايفين كده التاجر الحاج ابو طالب عمل ادخال. ده كده البطاقه بتقول لك ختم رقم غير مسموح بالصرف. البطاقه دي موقوفه يا حاج. طيب دي موقوف. دي كده مش موجوده في القائمه البيضاء. مفيش مواطن تاني معاه بطاقه تانيه؟ هاتها من انت. سرعه رد برضه. ال 101 دي يا حاج معناها ان البطاقه مش موجوده في قائمه الصرف، البطاقه دي مش نازله في قائمه الصرف. لما تطلع 100 ممكن تكون عامله بدل فائد او عامله بدل تالف. فدي اتوقفت، ففي واحده ثانيه جايه. لسه ما اشتغلتش. يبقى لسه ما اشتغلتش. اهي حتى لو رقم السري موجود مش موجود. حتى لو حتى رقم السري حتى لو رقم السري بتاعها موجود وحضرتك عملت بدل الفائد بتشتغل الشهر اللي بعده. يعني حضرتك بتعمل البدل الفائد على نفس اللي انت حضرتك قلته. اصل انا كانت البطاقه وقعت برضو لسه عاملها قريب، بس قعدت شهرين اتنين. لا هي شهر، انت ممكن تكون لا عملتها هي 15 يوم. انت البطاقه بتستلمها خلال اسبوع من طريق الطباعه. 15 قبل ما توصل لمكتب التموين بيبقى 15 يوم. يا فندم حضرتك انا استلمناها بعد 16 يوم 17 يوم. المهم حضرتك لما بتستلم البطاقه، بعد ما بتستلم البطاقه بتستلمها بتتفعل في الشهر اللي بعده على طول. وبعد كده ولو حضرتك بفرد واحد بتبقى الشهر اللي بعده عشان بيبقى قيمه الدعم البطاقه بتتخصم من الدعم. طب حضرتك في حاجه كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لك معلش بقول لك ان ايه بيتخصم 50 جنيه هي قيمه البطاقه اللي هم عملوها. ايوه البطاقه كان سعرها دلوقتي 50 جنيه بدل فائد 50 جنيه. بدل تالف 50 فبينخصم من الدعم. احنا وفرنا عليك ان انت تروح تعمل ايداعات وتروح تقف في البوسطه او تقف في البتاع، فالدوله بتريحك ان هي بتخصمها لك من الدعم عشان ما تتعبش. بيتخصم الدعم. طب يا حاج ابو طالب، يعني احنا ممكن نعدي عليك في وقت تاني، ممكن يكون بيبقى فيه زحمه؟ بكره الصبح. يعني انت واحد في الشهر، انا سمعت يعني من الناس ان انت واحد في الشهر بتبقى قافل الشارع. عشان النهارده الجمعه بنبقى قافلين. انتوا بتبقوا قافلين؟ بنبقى قافلين يوم الجمعه. طب انت النهارده الزبائن كلها متخيله ان انا قافل. فانا فاتح عشان الضغط ده برضه. تمام. يعني احنا ممكن نقف معاك شويه يجي لنا مواطن ولا ايه؟ يجي ان شاء الله. ما تقلقش. هو سمعته حلوه يا باشمهندس. ثانيه واحده. سمعته حلوه. ثانيه واحده هيجي. يعني هو الراجل اصلا سمعته كويسه وراجل بيتقي الله. ربنا يبارك فيك. يعني ربنا يبارك. امانه. ربنا يبارك. يعني شو انا جاي له عندنا جيت ب 1000 كفر اثار. انا جيت له هو عن سمعه. يعني انا جيت له عن سمعه. ربنا يديك الصحه. انا حابب اقول لكم قبل ما يجي مواطن يصرف الدعم ان محافظه الغربيه تعتبر من اكبر المحافظات اللي موجوده. محافظه الغربيه تعتبر من اكبر المحافظات اللي موجوده في مصر. عدد تعداد البطايق بتاعها زياده عن المليون بطاقه. وطبعا احنا في مدينه طنطا. مدينه طنطا دي تعتبر يعني مركز المدينه، يعني عدد البطايق اللي موجود يعتبر كله يتركز في البندر هنا. فمعنى ان تاجر زي الكبير زي ده بيصرف 5000 بطاقه، المفروض ان هو يبقى عنده زحمه.
ف احنا واقفين معاه 5 دقايق كده، ان شاء الله ربنا يكرمنا بمواطن. هو كان بيقول ان هو كان عنده زحمه الصبح والموضوع خلص. طب وريني كده عدد الايصالات اللي انت بعتها من شويه كده قد ايه؟ النهارده احنا بص احنا 171. احنا ممكن نبص على عدد الايصالات اللي اتباعت. هو باع عدد كل البطايق دي كلها النهارده، بيقول ان هو باع حوالي 171 بطاقه. ما شاء الله، الله اكبر، ما شاء الله عليه. اهو مواطن، ربنا كرمنا بمواطن يا حاج. اتفضلي. استاذين 9340 9340. زي ما احنا شايفين كده، اعطيته رصيد الدعم. رصيد الدعم 98 جنيه ونص، ده كده معناه ان هي فردين. استبدال نقاط اهوت. هتعمل استبدال نقاط. ايوه صح كده. عندها 49 جنيه نقاط. 49 جنيه بس انت ما شاء الله عليك يا حاج، انت شاطر اهو. الحمد لله. طبعا زي ما احنا شايفين ان اقل من 30 ثانيه قيمه الدعم اتصرفت بتاعت النقاط. هيخش تاني على نفسك من غير ما يعمل ريستارت ولا يعمل اي حاجه، هيعمل الرقم السري. طبعا احنا دلوقتي نعتبر في الذروه الخاصه بصرف الدعم، يعني احنا النهارده يوم 1 في الشهر. عايزه التموين فوق الى ماشي. هي صرف داخل التاني على التموين، بيصرف تموين، بيدوس رقم 1 صح كده. 2 سكر. ايوه 2 ان شاء الله انت اشطر مني يا حاج اهو. زيت. ده لما جينا نعمل فيديوهات قعدنا فتره عشان نتعلم. 70. ايوه بيقلب اهو قائمه السلع زي ما احنا كنت شارحين لكم قبل كده من الزرار. 47. هو كده خلاص صرف. كده خلاص صح. انتوا شايفين طبعا احنا عايز اوضح هنا نقطه، ان قبل ما يطلع الايصال العمليه دي بتتسجل على قواعد البيانات. يعني هو دلوقتي قبل ما يطلع الايصال العمليه باكملها اتسجلت على قواعد البيانات عند التاجر ان هو صرف للمواطن ده قيمه الدعم كده. فعشان كده زي ما احنا بنقول النظام بتاعنا نظام صرف مباشر، مش نظام باتشات او احنا بنجمع العمليات على المكنه وبنرفعها مره واحده. عشان كده احنا بنقول عمليه التسويه عمليه مجرد ان هي اختار للتاجر، يعني ما هي مش عمليه بيعتمد عليها التاجر في اي شيء من شغله. عمل تسويه او ما عملش تسويه ده مش مشكله، حسب رغبه التاجر. معلش يا حاج احنا تعبناك وتشرفنا بمعرفتك، واكيد هنيجي نزورك تاني. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.